بالنسبة لنا كجماهير عربية، الجميع اتفق على تألق ياسين بونو، نتوجه إليه مع عبد المجيد السباوي. يا بونو، الشعور ديالك في هذا الفوز والتتويج؟ اخويا فوز كبير صراحه. الموسم ما كانش سهل، ولكن يعني اللاعبين بينوا بان اولا هما لعابه كبار، وبان اشبيليه كيبقى فريق كبير، يعني رغم الظروف اللي تعاشت هذه السنه كيبقى فريق كبير، والحمد لله على هذا اللقب. تصدي ضربتي جزاء باش ذكرك، واش نقول لك، ما نقدر نتذكر غير اجواء كاس العالم صراحه. الحمد لله. كما شتي روما فهو ماشي خصم اللي عادي، بالاخص مع مورينيو، يعني كيدافع مزيان، ولكن الفريق ديالنا باين بان فريق كبير، وكنا نقدروا ننتصروا قبل من ضربات الترجيح. مي بون كتاب لينا نوصلوا ضربات الترجيح، والحمد لله سجلنا وما سجلوش الحمد لله. لمت هذا الفوز، وكيفاش الاحتفال ديالك اليوم؟ كان هذا الفوز العائله ديالي، الاب ديالي، الام ديالي، ولدي، الزوجه ديالي، كاع الناس اللي قراب ليا والاصدقاء ديالي، وكان هذا الفوز لكاع المغاربه اللي ديما تيساندونا، والحمد لله. فحنا كنديروا جهدنا باش نشرفوا بلادنا، هادشي اللي كاين. فما كاين حتى شي حاجه اللي كتدفعنا من غير هادشي. كذب عليك كذاب، يعني لا فلوس لا حتى شي حاجه، يعني صراحه هادشي اللي كيدفعنا، يعني نشرفوا بلادنا وولاد بلادنا، ونبينوا بان المغاربه هما قادرين يفوزوا بألقاب كبار بحال هادو. الحمد لله. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا. وكأن تاريخ كأس العالم يعيد نفسه في هذه المباراة. مونتيل الركلة الرابعة، الأرجنتين يحقق لقب كأس العالم، بينما هنا ياسين بونو تصديين أمام المنتخب الإسباني، واليوم بتصديين يحقق لقب الدوري الأوروبي. ذكريات جميلة تعود لنا من خلال هذه المباراة. نعم، لقطات رائعة جدا عشناها مع تصديات بونو واحتفالات كأس العالم. صحيح بونو تصدى لضربات جزاء مهمة جدا، لكن حتى أثناء المباراة فهو كان له تدخلات حاسمة جدا. صحيح. تدخلاته كانت قليلة لكن فعالة جدا. شوف ضربات، شوف هو من دفع اللاعب انه يضيع ضربه جزاء. قل لهم الحراس الذين عندما يسدد عليهم او تسدد عليهم الكره تشعر بان الافضليه للحارس وليست نعم. للمسدد. اكيد برافو عليك. على فكره لمسها دي عزيز. نعم. لمسها بالمنطقه القائم. نعم. وفي كره كانت في الملعب في اثناء المباراه كان لمسها باصابعه. هو نجم المباراه قبل ضربات الترجيح. نعم. هذه اللقطات من كاس العالم. لذلك هذه لقطات من كاس العالم، عندنا لقطات رائعه جدا كنرجعوا بها. وانظر الى اصحاب الخبره الذين سددوا عليه. نعم، اصحاب الخبره، ولكن شوف هناك ايضا الضغط. دائما الضغط بيصغر المرمى في بعض الاوقات، بيخلي المرمى يكون صغير. في بعض الاوقات اللاعب يختار انه يرمي الكره بقوه، لكن في بعض الاوقات لازم يتخلص منها لأنه يتخلص من الضغط. خلاص شو ضيعت ما ضيعتش، المهم الفك. على ذكر الضغط ربما نضرب حاله مشابهه، حاله مانشيني سجل اون جول في نفسه في لقطة أخرى، سدد الكرة بكل قوة، ونشعر بأن التركيز كان غائب عن بعض الشيء. يعني هذه الأمور التي أريد أذكرها، خصوصا ضربات الترجيح. إشبيلية لعبوا مباراة رائعة، لا نختلف على ذلك. بونو قدم مباراة رائعة وهو نجم المباراة، ولكن فقط تنويها بأن هذه اللقطات من إشبيلية لقطات خاصة للاحتفاليات هناك لجماهير نادي إشبيلية لقنوات بي إن سبورتس، مثل ما نتابع وياكم السادة المشاهدين. مع تنويها أيضا ما في نوم اليوم مدة أسبوع، 7 من 7 يحققها نادي وربحوا لا كوب. كنبغيو نشكروا هاد الجماهير هادو اللي عاونونا بزاف ووقفوا معنا. كنبغي نشكر اللعابه على القتاليه ديالهم حتى الاخر ماتش، والحمد لله ربي ما خيبناش. كنبغي ناديو هذا الفوز للجماهير، كنبغيو ناديو المغاربه تا هما اللي تابعونا ووقفوا معنا، كنادي لعائلتي تا هما اللي وقفوا معايا. واهم حاجه هو هذا الفوز هذا كنبغي نادي لسيدنا الله ينصرو لينا، كما كانش هو ما كنتش غنكون في هذه البلاصه هذه. بالنسبه للاكاديميه اللي دار هي اللي عاونتني باش وصلت لاوروبا، وباش وراني انا هنايا وربح هاد لاكوب هذه. كنبغي نشكرو على هذا الشيء هذا كامل.
هاد الاجواء فاش ذكرت هاد الاجواء هذه اللي كاينه؟ الحمد لله اجواء ماشي اول مره غنشوفها، ولكن هاد الاجواء هادو كيحفزوك باش تربح اي فرقه تبغي تجي تربحها بهاد الاجواء هادو. كنبغي نشكرهم على هاد الاجواء اللي كيقدموا حتى هما. خويا شكرا لك، بارك الله فيك. استمعنا إلى يوسف نصيري، والجميل في الحديث بأنه يتحدث على الماضي ولم ينسى من كان له الفضل في الوصول إلى ما وصل إليه. صحيح، وذكر فضل أكاديمية محمد السادس في وصول هذا اللاعب وفي بروز العديد من النجوم أيضا في كأس العالم كنايف أقرد أيضا. أظن بأن شيء مهم جدا أنه ملك البلاد أنه يستثمر في كرة القدم وفي الشباب، وهذه هي النتيجة، أنه هناك نجوم وهناك في الأسابيع الأخيرة، وقلت إما أن نفوز بالكأس أو سنموت، وأستطيع القول بأننا متنا اليوم من الناحية البدنية ومن الناحية الذهنية. المباراة كانت صعبة للغاية، مباراة ذات مستوى عال خاصة على المستوى التنافسي، وخاصة أيضا على مستوى الكثافة. وبالنسبة لهذه المباراة فإننا شعرنا بالضغط الكبير أمام فريق يمتلك مواهب أكثر منا، وفريق يمتلك أيضا حلول أكثر منا. وأيضا أستطيع أن أقول بأن هذا الفريق يشبهنا في بعض الأوجه. يجب أن أجد توازني، لكن يجب أن أدافع عن اللاعبين، وعلي أن أقول بأننا معتادون على هذه الأمور، لكن أن يكون التحكيم بهذه الطريقة وفي بطولة أوروبية فإن الأمر يصبح صعبا للغاية، لأننا الآن كما لاحظتم إخواني وأخواتي متتبعين قناة أفكار ذكية أن المباراة كانت شيقة وكانت قاسحة بزاف، أي زيرة بزاف، باش غادي يلعبوا المدة ديال من 8 الليل حتى 11:15. كما لاحظنا في المباراة كان هناك شد عضلي بالنسبة لمجموعة من اللاعبين اللي ما قدروش يكملوا المباراة بالقوة ديالها. ماشي سهلة باش تلعب 120 دقيقة زائد الوقت بدل الضائع اللي كانت يتحسب ب6 دقائق ب5 دقائق إلى غيرها. مباراة كانت قاسحة بزاف، والحمد لله ربح فريق إشبيلية اللي تيضم 2 لاعبية ديال الفريق الوطني، يوسف النصيري وياسين بونو. هذا إنجاز كبير، وهذا تيدل على المعاملة ديال وحسن الاختيار ديال الجامعة الملكية لكرة القدم للملك محمد السادس نصره الله. نتمنى جميع اللعابة المغاربة يتفوقوا في المسيرة الكروية ديالهم كما تفوق ياسين بونو ويوسف النصيري وأكراد نايف أكراد ومزراوي وسايس ومرابط وغيرهم من اللاعبية. إلا جينا نحصيوهم ما غاديش نسميتو. هانئا بالفوز لفريق إشبيلية في هذه الليلة، في هذا العرس الكروي هذا كما شفتوا التحليل، وتحياتي لكم.